وعشائر الجبور على أن يكون فصل الحالات المرورية من قتل أو إصابات أو إسقاط حسب المخطط المروري، ويحق لذوي المجني عليه إعادة المخطط بلجنة أو لجان متعددة وفق السياقات القانونية الرسمية لإثبات نسبة التقصير وإعطاء كل طرف حقه وفق نسبة التخطيط المروري. وفي هذا اليوم السبت 8/12/2018 جاءوا إلينا أعمامنا الجبور بساداتهم ومشايخهم لفصل أبناء إمارة بني حسن، كل من المرحوم صبار حسين مجيم الشافعي الحسناوي وعماد خليل عطية حسن الشرماني الحسناوي. وحصل الاتفاق